بسم الله على بركة الله. السلام عليكم المشاهدين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. اليوم المشاهدين الأعزاز الغاليين درت الدجاج بالحامض والليمون وشاركته معاكم. تنتمنى المشاهدين ديالي الأعزاز الغاليين تعجبكم الطريقة اللي درت لكم اليوم ديال الدجاج بالحامض والليمون، وتبارطاجيو ليا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش انا نستمر معاكم. وماشي امر انا المشاهدين ديالي، فضلا منكم. شكرا للمشاهدين الجداد وشكرا للمشاهدين القدام ديالي. شكرا لكم على ديك التعاليق الزوينه اللي تتخليو لي، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، وتحياتي لكم وتحياتي للناس الحسابات. شكرا بزاف اللي يخطيكم عليا. ودابا ندوزو طريقة تحضير فرجة ممتعة للجميع. شكرا للجميع. السلام عليكم، بسم الله. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم اخوتي العزاز الغاليين غنشارك معكم الدجاج بالحامض والليمون. المهم اختي ما تزابطيش، خليكم معايا. هاد الجويجه كانت عندي في الكونجيلاتور وجبدتها ونعاودها بالغسيل، نقردها، يعني قردوها نتوما كيف بغيتو، وترى نقردها كيف بغيت، ونرجع معكم باش نشارك معكم طريقه التحضير. ايوا خليكم معايا وما تزابيوش، انا مقطع الدجاجه ديالنا ورجع معكم. مرحبا والف مرحبا بالجميع. دابا ندوزو لطريقه التحضير. بحال اللي تتعرفوا راني قلت لكم مشيت غسلت الدجاجه ديالي، ها هي، ودرتها تسقطر. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير واش غنحتاجو في الدجاجه ديالنا اليوم. المهم بحال اللي قلت لكم هنا عندي 3 ديال الليمونات، هما هذا التشين، كل واحد شي يقولوا الليمون، شي يقولوا التشين. عندي 3 وعندي حامضه. هنا عصرت 3 ديال الليمونات ولا التشينات وحامضه. هانتوما عطاتني هذا القياس ديال اللي خرج لي داك 3 ديال الليمونات وحامضه. خرج لي كاس مع مارش كاس كبير، المهم تعبروا بالكاس العنبه، غيجي كاس ونص العنبه اللي عطاتني، اللي عطاني داك الليمون اللي عصرت. هنا غندوزو المقادير. عندي هنا العطريه، عندي معلقه ديال الزعفران ولا الخرقوم البلدي ولا زعفران البلدي، كلشي شي يقول ليه. عندي هنا راس معلقه ديال القرفه، عندي هنا راس معلقه ديال الابزار، وعندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، وعندي الضامه ديال الزعفران، وعندي الضامه ديال الدجاج، وعندي شويه ديال الملحه. علاش انا نقص الملحه؟ ما تكثروش الملحه خوتي العزاز، الملحه حيت غيصلي الدجاج بالملحه. درت غير شويه مع الضامه. وما غنحتاجو هنا السمن. هنا عندي معلقه ديال السمن ما حارش بزاف، السمن حلو. وعندي عود القرفه، وعندي هنا شويه ديال الحامض محكوك، القشره ديال الحامض شويه تمن مع راس معلقه صغيره. وهنا عندي معلقه صغيره ديال الليمون عفوا محكوك. وعندي هنا 3 ديال الطريسات ديال الثومه محكوكين. عندي هنا نص كاس ديال الزيت. ودابا خوتي العزاز ندوزو الطريقه. هذا الدجاج شاركو معكم بالحامض والليمون. عندي هنا الكاس ديال هذا، عندي هذا ديال سميتو. غندير هكا. سمحولي على التصوير، والله تشد بيدو تنصور بيد. عندي اختي العزاز الغاليين، عندي هنا هاد السمينه. الزيت غنخليه هو الاخر. هانتوما السمن عندي، والعود بالقرفه حتى هو تغلي ليا، تيدخل الشرموله في هذا في الدجاج هانتوما. وغنزيد عليه نضيف عليه هذا الحامض والليمون. صافي غادي نخلطوه مزيان، ونفقد الدجاج ديالي فيه. تقدروا هاد سميتو
ديروا هاد الشرميله وترقدوا الدجاج يبات ليله كامله، زعما مزيان يبات ليله كامله. الا ما عندكمش الوقت باش تبيتوه، المهم جبدوه شي ساعه ونص قبل ما طيبوه، شرملوه وخليوه في الشرموله ديالو يشرب هاد الشيء. اختي غندير يدي هادي ما قنعتنيش انا هاد التخليطه بحال هكا. سمحولي على التصوير والله، اختي غندير انا يديا، سمحوا لي. الصراحه انا تنعرف ندير غير ما تنعرف داك البروتوكول، سمحوا لي. راني تعجبني نخدم بهكا بلا ليغومز بلا حتى حاجه، تعجبني نخدم هكا ديريكت. بطبيعه الحال يديرها مغسوله، راني غسلت اختي يديا مزيان. ايوا ها انت اختي، شوفي اختي جربي هاد الطريقه وقولي لي. ايوا اختي الحبيبه، وغنهزو الدجاج ديالنا بحال هكا ونبداو اختي نشرملوه. دخل فيه داك الشرموله ديالو. ها انت اختي الحبيبه، نشرملوه كلهم مقادين بهاد الطريقه هكا. تنساليولو الشريميله، والله الا يسمحوا لي. ها نتوما خوتي العزاز الغاليين، شوفوا هكا تنشرمل الدجاجه ديالي وتنبيتها ليله كامله، تنشرملها ونديرها في الثلاجه تبات. ودابا خوتي العزاز الغاليين، بحال اللي تنقول لكم دائما، المهم هو المشاركه. راه الواحد الصراحه كنا تنعرفوا نشربوا الدجاج وكلشي تيعرف يدير هادشي، المهم هو اللي درتو تنشاركوه مع خوتي العزاز الغاليين. دابا باش بلا نطول عليكم اخوتي العزاز الغاليين، الدجاجه كتتشرمل وتتبات، ودابا غنديرها في الطنجره وغنخليها طيب، ومي طيب غنرجع معكم. راه كلشي تعرف يطيب الدجاجه ياكم، غير المهم انا ما تندير فيها حتى شي قطره ديال الماء، غير الليمون وداك الحامضه اللي شفتوني عصرت والليمون وسميتو وثلاثه ديال الليمونات. الليمون اخوتي العزاز الغاليين على حسب، كاين الليمون اللي فيه الماء وكاين الليمون تيكون ما فيهش الماء. تقدر الليمون فيه الماء ديال العصير يكون فيه، تعصروا غير جوج يعطيكم كاس ديال الليمون. انا عصرت ثلاثه بحال نتوما شفتوا داك القياس اللي عطاني تاع الليمون. المهم هكا ما تنزيد فيه لا ما لا والو، غنردو نديرو في الطنجره ونردو على البوطه قليله ونخليه يطيب شويه عليه، مي يغلي ويعاود عاد نزيد فيه هاد الزيت اخوتي. هانتوما هذا راه كاس صغير غير النص ديالو، صافي غادي نزيدو في الطنجره ونخليه يطيب تيطيب ونرجع معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. ما تصبيوش، خليكم معايا ما نطولش عليكم الفيديو، عاد نوريكم الدجاج على البوطه وتيطيب بلاش ياكم. يلا ما تصبيوش، خليكم معايا. ها انت اختي، ها الدجاجه ديالنا تطيب. شوفوا قسما بالله ما درت فيه حتى شي قطره د الماء، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هانتوما درتي والو، الدجاج دخل فيه الطياب. دابا غادي غنزيد نضيف فيه، شتو وصل على واحد الريحه طالعه فيه ما نقول لكمش. نتوما غنضيف ليه واحد المعلقه، نزيد واحد المعلقه الزبده هي، وغنضيف ليه 2 معالق ديال العسل. ها نتوما العسل، انا هادي عندي العسل الحره، نتوما العسل اللي عندكم ديروها. المهم انا دايره ليه 2 معالق ديال العسل في الدجاجه وحده فيها 2 معالق. المهم القياس ديال الدجاجه وحده. نتوما شوفوا وصل على نبي واحد الريحه ما شهيتكم صراحه، تجي واحد البنه في الدجاج بالحامض والليمون ما نقول لكمش، نتمنى تجربوه بطريقتي. ايوا اختي دابا نخليه يزيد يدخل فيه هاد العسيله وهاد الزبيده ونرجع معاكم. انت اختي شوفي، اللهم بارك، شوفي اختي صلى على النبي صلى على النبي، الله على ريحه فيه شحال زوينه. نتوما شوفوا تبارك الله صلى على النبي، شوفوا المريقه، شوفوا المريقه شحال زوينه، خاطر واحد الريحه فيه. انا قلبت الصدر وقلبت الفخيضات باش يشربوا داك العسيده والزبيده. انا عندهم اللي عنده الوليدات تبارك الله كسب بلا ما ينشف زعما بلا هذا، واخا يخلي المريقه. شوف تجي فيه واحد الريحه ما نقولكمش، واحد البنه يا سلام.
يلا المهم ما تصبيوش، خليكم ما تصبيوش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. طاجين ديال الدجاج بالحامض والليمون ديال اليوم. ايوا هانتي اختي، هاد الدجاج ديالنا وجد. صافي اختي دابا هانتيا شوفي شو المريقه، هانتي شو المريقه شتيها، شوفي. سمحولي الا شهيت شي وحده في هاد الطاجين ديال الدجاج، ما نقول لكمش واحد الريحه واحد البنه فيه. ايوا اختي دابا ندوزو للتقديم. خليك اختي خليك متصابيش. هانتي يا اختي شوفي يا اختي الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الدجاج. هانتي اختي العزيزه الغاليه، شوفي سمحيلي الا شهيتك. هذا قدميه للضيوف ووجهك حمار. واللي ضاق عندك هاد الطريقه اللي درت ديال الدجاج غيقول لك الله يعطيك الصحه، وغيقول لك عطيني الطريقه. الصراحه ما نقولكش على رقبتي واحد البنه فيه. واللي قريب عليا مرحبا به يتغدى. والله الا غير اجيو، راني غير بوحدي. هانتي اختي ايوا اختي باقي راني بوحدي، الوليدات ما كاينينش خارجين، الراجل حتى هو. هانتي اختي اللي قريبه تجي تذوق مرحبا بيا. هانتي اختي ديريه بوجهك حمار للضيوف ديالك اللي جا عندك، فرحي بيه وديري له الطريقه ديال الدجاج اللي درت لك اليوم. اختي وتزين تيبقى اختياري، زيني باللي عندك اختي زيني بيه. هانتي اختي انا زينت بالحامض معسل والليمون معسل وشي ديال الكركاع واللوز واحد شي ديال البرقوق، داكشي اللي عندي في الدار زينت بيه. انت اختي شتي، شوفي اختي المريقه كي دايره، وشوفي الطريقه كي دايره. ومرحبا بك ومرحبا بالجميع، وشكرا لكم وشكرا لجميع الحضور. انت اختي سمحيلي اللي تشهات هاد الطريقه وتشهات هاد التبصيل ديال الدجاج، غير تسمح ليا اللي بعيده. انت اختي شتيه، هذا هو الشكل النهائي ديالو. شكرا لكم وبارك الله فيكم وبسلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.